ما تيجوا النهاردة اخدكم معايا كده لخيامية القماش او منطقة الخيامية في الغورية. يلا بينا يلا بينا بقى نروح كده ونشوف حاجات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب. الناس بقى اللي بتحب كده تعمل ديكورات رمضانية وبتحب تعمل تغيير بمناسبة الشهر الكريم، الحاجات دي بتفرق في نفسية الصغيرين قبل نفسية الكبار والله العظيم، وبتحسس الاطفال ببهجة رمضان جدا جدا جدا. فيلا بينا بقى. هنا طبعا احنا كنا يوم الجمعة، عملت معاكم الروتين بتاع النهار وخلصت وجهزت نفسي كده واتكلنا على الله. لبسنا بقى، واول حاجة كده اخدنا عربية فان او من قدام البيت عندنا. العربيات دي بتنزل على طول خيامية، لان انا من الناس المحظوظين اللي ساكنة قريب جدا من الحسين والازهر والغورية والحتت دي، فبالنسبة لي المشاوير دي مش بتبقى بعيدة خالص يعني. هنا بقى كنت معديه من جنب مسجد الازهر. بصوا بقى الجمال يا جماعه والحلاوه، والله العظيم حاجات فظيعه يعني. بصوا الواحد بيعدي من قدامهم كده بيحس ببهجه وفرحه. وانا عندي المكان عندي او منطقتي من احسن المناطق اللي ممكن تحسي فيها ببهجه رمضان، عشان جنب الازهر والحسين وشارع المعز والاماكن الجميله دي كلها اللي الناس بتجيلها اصلا من محافظات عشان تزورها. فاخدنا بقى هنا زي ما قلت لكم كده العربيه ونازلين على منطقه الغوريه. الخياميه يا بنات في منطقه الغوريه، اخر شارع الغوريه كده بتلاقي الخياميه. تمام، هي كلها بقى بيبقوا فرشين حاجات رمضان. وعايزه اقول لكم بيبقى المنطقه جميله جدا يعني. انا بحب انزلها في رمضان، بحس كده ببهجه وبحس بفرحه وبحس فعلا ان رمضان قرب. هنا بقى كنا نزلنا الغوريه اهو، احنا كده قدام مدخل الغورية. هتخشي بقى الغورية دي على طول، هتخشي لآخر الشارع كده من غير لا تحوتي لا يمين ولا شمال. اول هتمشي اخر الشارع على طول هتلاقي قدامك بقى ايه، فرشين حاجات رمضان. انتي اصلا لو سالتي هتلاقي الناس كلهم بيقولك امشي كده امشي كده. هنا بقى وانا داخله الغوريه كده حبيت ان انا اصور لكم. بصوا بقى هتلاقوا بقى في المنطقه بتاعه الغوريه دي كل حاجه برضو انتوا عايزينها يعني. وانتوا ماشيين كده برضو هتتسوقوا، هتلاقوا بقى هدوم بيت وخروج وعبايات ومفارش، وهتلاقوا فوط والحفا وبطاطين، كل اللي انتوا عايزين تتخيلوه يعني. بصوا سوق تجاري يعني، الغورية دي من زمن الزمن يعني. وفوط بقى والبطاطين والدفايات بتاعت السرير، كل حاجة انتوا عايزينها هتلاقوها. ولكن الاسعار في الغورية اتغيرت يعني. الاول كانت الاسعار مهاودة شوية، دلوقتي لا الاسعار بقت موازية للسوق. ممكن تلاقي حد بيبيع بسعر معقول شوية وممكن تلاقي لا، بس الاذواق جميلة يعني. هتلاقي حاجات كتير قوي. دي بقى البنطلونات الكارينا وعبايات البيت بقى الصيفي. خلاص بقى حطوا الصيف يعني فرشوه، مش عارفه احنا قربنا على الصيف ولا ايه. وهنا برضو هدوم شتوي. وبرضو هوريكم كنت مصوره برضو كده لقطات من العبايات بتاعه الاستقبال القطيفه، والعبايات اللي هي القطن اللي هي بتاعه الاستقبال والنزول، مثلا تجيبي حاجه من جنب البيت. الكلام ده كله برضو كانت اسعارها حلوه قوي يعني. كانت الاسعار دي عبايات ب 350 جنيه بدون فصال، هو كاتب كده. والعبايه دي عجبتني قوي، عجبتني جدا. بس انا عايزاكم كده تضربوا سعر ده، اللونين بتوعها البيج والزيتي. قال لي 1350. وده محل العبايات اللي بقول لكم عليه. بصوا بقى العبايات حلوه قوي. المحل ده يا جماعه عباياته سعرها حلو قوي. العبايات القطيفه كانت عامله تقريبا 350، والعبايات البيت كانت عامله 200 او 250، فاهمين؟ فهي حلوه جدا بالنسبه للاسعار دلوقتي. والعبايات القطيفه حلوه تقيله. العبايه بقى اللي 1350 ده انا اتصدمت يعني، انا اتصدمت من سعرها. هنا بقى كنا خلاص وصلنا الخيامية. اول ما هتوصلي لاخر شارع الغورية وتقابلي بتوع رمضان هتعرفي كده ان انت خلاص دخلتي على المعمعة. هتلاقي بقى الصواني والحاجات بتاعت التقديم اللي بتحطي فيها مثلا التمر والمكسرات المقرمشات الحاجات دي. دي بقى اكياس خداديات بتاعت رمضان. عندك برضو هتلاقي زي طابلوهات كده مكتوب عليها مش عارفة ان خلص الفول انا مش مسؤول رمضان كريم. تعالوا افطروا عندنا النهاردة. لفتات حلوة يعني، شكلها لطيف وظريف يعني وجميلة. وعقدة النور اللي هي حبال النور وشرايط الزينة، هتلاقيها بألوانها. وهتلاقي الغالي وهتلاقي الرخيص. مش عارفة بقى هنا دي رجلنا كانت باينة ولا ايه. تقريبا هنا التليفون فتح يعني. يعني زي ما انتم شايفين كده. فما علينا، عدوا الحتة دي عشان عدوها عدوها. هنا بقى بصوا
برضو فوانيس بقى الاطفال، وفي ميداليات بالدستة، يعني دستة مثلا ميداليات عاملة تقريبا 25 جنيه او 30 جنيه. ممكن تديها مثلا هدية لحد، يعني تدي حد مثلا ميدالية زي لفتة حلوة يعني في رمضان. انتوا عارفين الحاجات دي جميلة. ودي بقى شموع معطرة، هناك برضو هتلاقوا الشموع دي. وهنا بقى البخور كان عامل 130 جنيه و70 جنيه، بس البخور الأقماع يا بنات. وانا كنت عايزة اللي هو البودر فما لقيتش ده الأقماع. تمام، بس روايحهم بصراحة حلوة، يعني عارفين ده البخور الأم، ودي طبعا الشمعات المعطرة. بصوا بقى الفوانيس اللي الستانلس دي تحفة، شكلها حلو قوي، بس انا بصراحة برضو ما سألتش بكام. هنا بقى يسرا كانت ماشية مع باباها والله العظيم، غلبتنا في الشارع غلبتنا يعني، بس الحمد لله يعني. هنا برضو شايفين بقى الجمال والحلاوة. شايفين، بصوا بقى الفوانيس اللي بتنور، اللي هي مثلا بتتحط في بلكونات. كلمة رمضان كريم دي. الأقمشة يا بنات اللي هي بالمتر. في أمتار من 15 20 25 الكلام ده كله. ودي تمرية، سألنا الراجل قال تمرية، اللي هي علبة كده بتتفتح بتحط فيها التمر أو اليميش أو الكلام ده كله، وشكلها حلو قوي برضو. بصوا شكلها جميل قوي، في منها المدورة وفي منها المربعة. والطوبل بقى بتاعت الأطفال وطبلوهات. وبصوا دي طوبل بانواعها، بس الطوبل دي يعني ما تنفعش مع يسر، انا جبت لها واحده بلاستيك، يسر ما ينفعش معاها دي. ودي بقى يا بنات اللي هي المغناطيس بتاع التلاجة، اللي هو الافكار اللي انا جبته. وفي بقى العلاقات اللي يعني انا هوريها لكم في الاخر انا جبت ايه. بصوا بقى الاشكال والجمال والحلاوه، والله العظيم بهجه رمضان. يعني الحمد لله يا رب، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه. بس فعلا رمضان ليه بهجة وليه روح كده. ليه بهجة وتحسي كده ان انت يعني ايه، ان انت مبسوطة. احنا دخلنا الشارع بس يعني ما لفيناش كتير، لان الصراحة يسري كانت مغلبانة، يعني كانت عمالة تصوت وتشد على الحاجة وتشد، وكانت في اماكن منها زحمة، يعني في اماكن كانت هادية قوي زي ما انتم شايفين كده، وفي اماكن كانت زحمة. فاحنا الصراحة ما طولناش قوي جوه. انا جبت شويه حاجات كده كنت محتاجاهم وخرجت على طول. ودي طبعا الاقمشه برضو بتاعت رمضان كلها بقى باشكالها بالوانها المتعارف عليه، واشكال رمضان والكلام ده كله. وطوبل بقى الاطفال، ممكن بقى تجيبوا للاطفال مثلا الطوبل دي هيفرحوا بيها جدا. في الحاجات اللي هي المدافع اللي بتتحط زي مدافع كده، اللي هي بصوا برضو المفارش دي شكلها حلو قوي. بصوا شكلها عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم انا كنت عايزه اجيب مفرش زي ده، وبعدين افتكرت ان انا عامله منه واحد السنه اللي فاتت. دي بقى الطبله اللي انا جبتها اليسر البلاستيك، هي الحاجه الوحيده اللي هتعمر معايا. انا لو جبت لها حاجه تانية مش بلاستيك هتبوظ اصلا. وخلاص يعني احنا اصلا اخر حاجه جبناها كانت الطبله وخرجنا. يعني انا جبت حاجتين بس، انا هوريها لكم في اخر الفيديو. لكن هو اصلا يعني زي ما انتم شايفين كده. شوفوا بقى اخر الفيديو الحاجات اللي انا جبتها لما روحت البيت. وهنا كانت يسرا عادي بتلعب مع باباها بالطبلة يعني، وكانت هتخرم عينه بالبتاع اللي معاه دي. بس كده، شوفوا بقى اخر الفيديو الحاجات اللي انا جبتها. وننهي هذا الفلوج بالفيديو ده. في الحقيقة السنة دي الأسعار غالية عن السنة اللي فاتت. تمام، يعني الأسعار غالية عن السنة اللي فاتت، فطبعا ده الطبيعي لأن كل حاجة زادت، يعني ما فيش حاجة أصلا ثابتة على سعرها. فالحاجة زادت عن السنة اللي فاتت. في حاجات جديدة، في حاجات جديدة في الخيامية عن السنة اللي فاتت برضو، بس مش كتير. يعني أغلب الحاجات اللي موجودة كانت السنة اللي فاتت. يعني أغلب رسومات القماش، الصواني، الحاجات التقديم، المباخر اللي موجوده كانت اغلبها كنت شايفاها السنه اللي فاتت. فما فيش حاجه جديده السنه دي قوي، او مش عارفه، هما يمكن في حاجات لسه هتنزل، بس احنا خلاص يعني في شعبان، فمش عارفه بصراحه. بس هي السنه النهارده هاديه قوي، مش زحمه يعني. حته بس كده لما غوطنا جوه شويه هي اللي شويه زحمه، وبعدين الزحمه فكت، اما هي مش زحمه. مش عارفه بعد كده هتبقى زحمه اكتر ولا لا. هل الزحمه خفت؟ هل المنتجات الجديده خلصت ودلوقتي القديم فكله نزل جاب؟ انا مش عارفه بصراحه، مش عارفه ازاي، ما يعني هي ماشيه ازاي. بس السنه دي مفيش حاجات جديده كتير، يعني عشان كده انا حتى ما جبتش حاجه. يعني انا هوريكم الحاجات اللي جبتها، انا ما جبتش حاجات كتير، يعني جبت حاجات بسيطه قوي، مش حاجات كتير خالص. اول حاجه جبت المغناطيس بتاع التلاجة ده كان عاجبني قوي. احطهم على التلاجة ما عدا بتاعه الافكار بتاعه الصباح والمساء، دي اللي هحطها قدامي هنا عندي على السيراميك. هلزقها بدبل فيس علشان تبقى قدامي وانا شغاله على الرخامه. وجبت اليسر طبله.
بس جبتها لها بلاستيك، لان يسرا لو جبت لها طبله مش بلاستيك او طبله بتتكسر هتتكسر بكره، يعني بكره هتتكسر مش هتعود معاها رمضان. فجبت لها طبله بس جبتها لها بلاستيك. وجبت برضو عجبتني قوي دي، شايفينها؟ فيها اذكار الصباح والمساء، وبرضو فيها الاخلاص والناس والفلق وآية الكرسي، وفيها اذكار، وفيها سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله. عجبتني برضو قوي شكلها، وهي مش رمضانيه بس، يعني هي في اي وقت، هي مش مكتوب عليها حاجه خاصه برمضان. فعجبتني دي، انا ما شفتهاش السنه اللي فاتت، فهي برضو عجبتني. فانا برضو هحطها قدامي على الرخامه، هعلقها علقه هنا كده على السيراميك، لان بصوا هي ليها علقه يعني ليها مكان وكده. فهعلقها على السيراميك وهي شكلها حلو قوي. بس انا هشيل منها دول، مش عاجبني يعني، دول هشيلهم منها الصراحه. وهحطها كده برضو تبقى قدامي كنوع من انواع ايه، التفكير، يعني ناخد حسنات واحنا واقفين في رمضان وكده، وهتفكرنا ان احنا لما عينينا تيجي عليها نقراها، إيه تفكرنا كده يعني. بس فحبيت ان انا اعمل معاكم الفلوج ده، إيه، واوريكم المكان بتاع الخياميه لو حد حابب ينزل، لو حد عايز يعني حابب ان هو ينزل يجدد بيته ويجيب مشتريات لرمضان. هناك كل حاجه خاصه برمضان، يعني المفارش موجوده بالامتار. الامتار بقى من 10 و15 و20 و30 والكلام ده كله. كل ما بتعلي في الخامه كل ما بتعلي في السعر. البلاستر قوي اللي هو اللي تحسيه كانه بلاستر قوي، يعني لو شم النار يشيد ده ويكش كده في بعضه، ده تقريبا المتر منه بيبدأ ب 15 جنيه. وفي بقى ايه، في انواع تانية لحد ما بتعلي مثلا للامتار 30 و40 جنيه. والاشكال المتعارف عليها، في اشكال بقى اللي هي بوجي وطمطم وشكشك والكلام ده كله، في اشكال العادي اللي هي اشكال الخياميه المتعارف عليها بالوانها بقى. انا عندي مفارش كتير، فكنت نازله اجيب حاجات تانية، يعني كنت نازله اجيب يعني اشوف الجديد، بس ما لقيتش يعني حاجات لفتت نظري قوي والله. جه وقت او في وقت ان انا انزل الايام الجايه اللي بعد كده، بعد لما اكمل حاجات البيت بقى واشوف انا ناقصني ايه وكده، ونزلت ولقيت وقت هنزل ابص بصه تاني. ما لقيتش، خلاص الحمد لله انا عندي حاجات كتير الحمد لله من رمضان اللي فات ومن اللي قبله. كنت كل سنه بجيب حاجات يعني. بس فحبيت ان انا اوريكم الفلوج الخفيف البسيط دوت، واقول لكم انا جبت ايه. انا شارككم المشتريات البسيطه لرمضان، وان شاء الله الايام الجايه بقى هنحاول نظبط شويه خضار، نفرش شويه خضار برضو الايام الجايه ان شاء الله. عايزه اشوف افرز المطبخ عندي بقى، اشوف ايه اللي ناقصني من العطاره ومن الحبوب والسكر والرز والمكرونات والكلام ده كله. عايزه ان انا ان شاء الله افرزها معاكم ان شاء الله بقى، ونكتب بقى ونظبط افكارنا كده. خلاص ما عادش في وقت يا جماعه، رمضان جاي علينا جري. ربنا يا رب يعود علينا الايام بخير، ونشوف بقى نفرز خضار، هنجيب ايه نعمله كده يعني نظبط، نحاول نلملم الدنيا كده. وبس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو، وبحبكم جدا جدا جدا، واشوفكم في فيديوهات كتير قوي جايه. مع السلامه.